عايزني اقول لك الصراحه ولا نحور على بعض؟ كسبنا وفرحنا سفينا وهزرنا وعملنا كل حاجه، نتكلم كلمتين جد. يعني انا كنت بتمنى ان هم يتعادلوا. تقريبا اخر مدرب لريال مدريد كسب كلاسيكو من اول ماتش كلاسيكو يتلعب كان زيدان. كتب تاريخيا خلاص على الورق ان تشابي الونسو بقى التاني، وهو الصراحه النهارده ما يستاهلهاش. لا ثانيه قبل بس ما تتعصب وتتضايق وتقول لي ما يستاهلهاش ليه، ده احنا رحنا وسجلنا وضربه جزاء وضاعت وجوال واتسجلت اوفسايد، عملنا وضغطنا ومسكنا كوره ورحنا مرتدات ودافعنا وهاجمنا وعملنا كل حاجه وتتعمل في الكوره حرفيا. معاك 100 100 انت صح، لكن لما ترجع تدافع من الدقيقه 65، انا مش ببالغ، 70 يا سيدي ده كتير والله. انا عارف ان ده احترام للخصم وان برشلونه خصم مش سهل وان انت اخر 4 ماتشات كنت بتخسر منهم وما صدقت تكسب، وانت عايز ايه من تشابي الونسو اكتر من كده والكلام الجميل اللي انت هتقوله. بس في حاجه اسمها ظروف ماتش يا جماعه. انت اي 5 دقايق كنت بتضغط فيهم يا اما كنت بتطلع بجول اوفسايد يا اما كنت بتطلع بضربه جزاء. انت اي ضغط كنت بتضغطه وكنت بتغلطه. أنا مش متضايق، كده كده المكسب وال3 نقط، وده اللي انا قلته من قبل الماتش، انا مش عايز اكتر من ال3 نقط. بس فعلا انت النهارده كنت تقدر تكسب اكتر من كده بكتير، مش بس عشان ضربه الجزاء اللي ضايعه، بس قسما بالله المستوى اللي هم كانوا بيلعبوا بيه النهارده والعناصر اللي كانت موجوده من كتر الاصابات ومن كتر ما فيش عمق في التبديلات كانت تقدر تكسب اكتر من كده بكتير.